بونسوار ميزامي كومونت ليفو. مساء الخير عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. احنا بقالنا فترة كبيرة ما تقابلناش من بعد اول درس، وان شاء الله هنستمر. ولكن هو ظرف رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى شهر خير عليكم، وربنا يكرمكم بإذن الله في حق هذه الأيام الكريمة بالمجموع اللي بتتمنوا. يلا بينا. عندنا الدرس الثاني النهارده سهل جدا جدا جدا. هو بيتكلم عن حاجة معينة والباقي كله كلام سهل والدنيا حلوة. عندي هنا لي برونون الضمير الضمير الشخصي. احنا اتفقنا يعني ضمائر شخصية، يعني ضمير يحل محل الغائب، حاجة بتكلم عنها، حد بتكلم عنه، حد كنت بوجه له كلام، المهم بحكي عن حاجة مش موجودة، بشاور عليها بس مش في ايدي، مش بكلمها، يبقى دي اسمها ضمائر الغائب. قلنا الضمائر انواع، في ضمير المفعول المباشر والغير مباشر. المباشر يعني المفعول ما بينه وما بين الفعل علاقة وطيدة، يعني الاتنين دايركت مع بعض، مفيش حرف جر وسيط ما بينهم. الغير مباشر يلزمه حرف جر. طيب النهارده الضمير بتاعي اللي هو اسمه الان شبه حرف الجر اللي احنا واخدينه في سنة تانية ثانوي. شبهه، الشبه حاجة والاستخدام حاجة تانية. عادي حاجة يبقى لها شكلين زي اخوات التوأم كده، كل واحد فيهم له طبع وله شخصية وله اسلوب وله اسم وله سيستم، شبه بعض جدا في الشكل بس مختلف في الاستخدام. النهارده الان هو ضمير هيحل محل مفعول مباشر، يعني المفروض ان الكلمة اللي مكتوبة في الجملة ما يكونش قبلها حرف جر. ايه الشروط اللي هتخليني اعوض بالام؟ نركز في الشروط ونعرف هي كلها مشتركة في ايه. اول شرط عندي الكلمة المفعول يكون مسبق بأداة النكرة الان او الان او الدي. كلمة ادوات تجزئة زي الدو والدولا والابوستروف والدي. كلمة تدل على كمية، كثيرا من، قليلا من، الاكثر من اللازم من، الكافي من، كومبيان دو كم من. اي رقم يدل على كمية، يعني اشتريت 3 من الكتب، 3 كيلو من حاجة، عندي 3 من الاصدقاء الفرنسيين. بتكلم عن عدد، بس عدد وراه اسم بيدل على عدد الكمية بتاعته. الشرط الاخير الدو وراه اسم غير عاقل. طيب من خلال الشروط دي كلها يا جماعة انا كده اوصل لحاجة واحدة، ان كلك بيتكلموا عن فكرة التجزئة والجزء وليس الكل، يعني حاجة من. أنا لو خدت بالي الآن والإن والدي، الآن واحدة، الدي يعني عدد غير محدد بأداة، كتب كراسات. الدي والدولا والدولا بوستروف والدي بمعنى جزء من أو بعض من، كثيرا من، أي رقم، 5 من. الدو بمعنى من. يبقى أنا ملاحظ إن كل الليلة هنا من. الدو في الفرنساوي بره التجزئة ممكن تبقى بمعنى من وبمعنى عن. تمام، حلو خالص. يبقى انا دلوقتي لو حبيت اترجم الان كترجمة حرفية هقول جزء من او بعض من، وممكن اسهل لي اقول منه، منها، منهم، او على حسب الفعل اللي هيجيني عنه، عنها، عنهم. طب يا مس دي ترجمة، انا مش فاهم برضو انت بتعملي ايه. هنفهم دلوقتي، يلا بينا. طيب نبص على اول جملة ونترجمها ترجمة حرفية. je mange du poulet، انا اكل بعض من الفراخ، فراخ مطبوخة او مقلية او مسلوقة، المهم يعني مش حية، انا باكل جزء من الفراخ ده. فانا عايزه اشيل كلمة دو بولي بحالها، اقول لك انت بتاكل من الفراخ دي، انت عارفها الفراخ ده اهي باكل منها. فأنا عايزة ما أذكرش كلمة الفراخ وأعوض عنها في الجملة، بس الفراخ قبل منها حاجة اسمها دو. الدو بمعنى من، لازم أحافظ على معنى الدو في الكلام. فلما هشطب دو بولي وأقول هنا جون مانج، يعني جون مانج أنا أكل منه أو منها أو منهم. يبقى الضمير ده يا جماعة مش مكان الكلمة، ده المعنى بتاعها رايح للحاجة اللي قدام الكلمة. لما خدنا اللوي واللا قلنا دول بمعنى إلى دي مش الكلمة، ده حرف الجر اللي كان مع الكلمة بيحط لي الكلمة بره. أنا كل القصة إن أنا عايزة أشوف إيه اللي كان قبل الكلمة. يبقى عندي الدو بمعنى من، فالأم هنا اتحطت مكان الدو يا جماعة. جو فو دو لا باجيت، أنا عايزة من العيش ده، يبقى نشطب دو لا باجيت. تمام، واقول له انا اريد منه، يبقى هقول له
je veux يعني je veux أريد منه أو منها على حسب. البواد دو جو هو بيشرب من العصير ده، هنشرب من العصير ونقوله il هو en boit et l'on boit هو يشرب منه على حسب. طب نشوفوا اكزامبل الاختياري عشان ابقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. لو قلت هنا لو بواسون يبقى كلمه السمك عندي بره، تمام؟ ماله السمك؟ il prend toujours. وقلت لا ولا الان ولا لوي ولا لر. اول خطوه عندي هبدا اعمل ايه؟ نبص كده. كلمه بواسون سمك كلمه مفرد مذكر، انا ماليش دعوه كده بالاداه، هو يتناول دايما اولا مفرد. اللوي دي بتاعت العاقل، يبقى انا شوفي هبدا بالاستبعاد، واللغ للجمع العاقل هبدا بالاستبعاد، ففاضل لي الله والان. اولا السمك مذكر مبدئيا، يعني الجمله دي سهله، هو يتناول من السمك. طب يا مس كلمة السمك دي أنا وحطيتها بعد فيرب براندر هتاخد إيه؟ لأنه بيتناول من. أقول لك عارفة السمك اللي عند فلان هو دايما بيشتري منه، يعني دايما بيروح يشتري جزء من السمك اللي عند الراجل ده. فكلمة من الرابط بين الاتنين اللي هي الدو، يعني أنا لو نقلت كلمة سمك بعد فعل براندر هتاخد الدو. الدو مع اللي تحصل لها ضغط تبقى دو، أعوض عنها بالأم. تمام؟ السمك هو يأكل من، يتناول من، يريد من. لو قلت هنا تيم أنت تحب لفوي الفواكه فري طازجة، تقولي لي on mange beaucoup. هنفهم بقى الشروط كلها، بس انا بوريك بس الفكره في الاختيار بتبقى عامله ازاي. وقلت هنا لي، وقلت هنا لوي، وقلت هنا الان، وقلت هنا لا. لو انا كواحد هترجم اللي بمعنى هم، اللوي بمعنى اليه او اليها، الام بمعنى منه او منها او منهم، اللا اليهم. تمام؟ انا بتكلم عن الفواكه كلمه جمع، فطبعا دي مش نافعه معايا، والفواكه كلمة غير عاقل دي مش نافعة معايا، فأنا محتارة ما بين اللي وما بين الأم. أنت بتحب الفواكه الطازجة؟ قال لك إحنا بناكل كتير، بناكل كتير الفواكه ولا بناكل منها؟ بناكل منها دايما كتير. يبقى يا جماعة أفعال التجزئة اللي إحنا خدناها هي هنا المفتاح، يأكل، يشرب، يريد، يشتري، كل فعل من دولت بيدل إن الحاجة دي أنا بجزأ منها، يبقى هعوض عنها بمين يا جماعة؟ بالأم. يبقى هو يأكل من، يريد من، يشرب من، يشتري من. نبص على الجملة دي، جو بوا بوكو دو تي، أنا أتناول أو بشرب الكثير من الشاي. طب أنا عايزة أشيل كلمة من الشاي وأحافظ عليها، أقول لك عارف الشاي الأخضر؟ أنا أشرب الكثير منه. يبقى كلمة كثيرا الكلمة اللي بتدل على الكم لازم تبقى موجودة. أنا كل اللي عليا هشيل الدو بالكلمة فقط. هنشوف كده الجملة اللي تحت والجملة اللي فوق. يبقى أنا هكتبها إزاي؟ يبقى بصينا كده، انا قلت هنا جون بوا بوكو، شطبت الدو حطيت الأم، شيل الدو حط الأم. يبقى الأم بمعنى من اللي هي الأداة. تمام؟ جون بوا بوكو بشرب منه كتير. إلى شوت بو دو فيوند يشتري قليل من اللحمة. لنا شوت بو يشتري قليلا من. يبقى في حالة الإثبات نترك كلمة الكمية. ليه؟ ما هو انا اثبت للي قدامي ازاي ان الحاجه دي اصلا كان انا بسالك على الكميه الكتير والقليل. لازم في الاثبات اثبت لك ان انا باخد يا منها كتير يا باخد منها قليل، يا بشرب منها كتير يا بشرب منها قليل، هشتري من ده كتير هشتري منه قليل. طب لما انفي، ما هو انا لما انفي هحط الفعل في النو والبا، يبقى اصلا فعل الشراء او الاكل او الشرب ما حصلش. تمام؟ يبقى انا دلوقتي لو قلت جون بوا بوكو أشرب كثيرا منه، تمام؟ أنا عايزة هنفي الفعل ده بالنو والإيه والبا. الكلمة دي يبقى نشطب كلمة الكمية، أي كلمة بتدل على الكمية في النفي، لأن ملهاش لازمة. لو قلت ما بشربش منه كتير يبقى بشرب بس القليل. أنا عايزة أنفي الحدث الشرب ذات نفسه، فأنا أقول هنا جنون بوا با، أنا ما شربتش لا كتير ولا قليل. تمام؟
نشوف اكزامبل اختياري على الحالة دي. لو قلت هنا لو فروماج الجبنة، تمام، هنركز بقى على الفعل il aime ب، خدت الابوستروف اللو الان اللوي، ونبص على الجملة اللي تحت عشان نقارن. لو فروماج الجبنة il achète يشتري ب قليلا، خدت الابوستروف ولا اللو ولا الان ولا اللوي. الخطوة الأولى اللي تبسط معايا الحاجة، كلمة جبنة غير عاقل فأنا هشطب اللوي من الحالتين ملهاش لازمة. الفعل بادئ بفويال متحرك يبقى اللو ملهاش لازمة. فاضل ال أبوستروف اللي هي الهو والأون اللي هو من. طب نترجم الجملة الأولى كده، الجبنة هو يحبها، بيحب الجبنة قليلا، يبقى أنا عندي فعل يحب يا جماعة، ما ينفعش أقول يحب من. يحب قل، يحب الحاجة على بعضها بيعبر عن حبه ورغبته وليس امتلاكه لشيء، يبقى يحبها قليلا يبقى هاخد ال أبوستروف. طب الجبنة هو يشتري قليلا منها، يعني ما بيشتريش منها كتير، النوع ده ما بيجيبش منه، ما بيجيبش جزء منه، يبقى المن يعني جزء، ما بيشتريش من، يبقى انا هترجم الام بمعنى من، يبقى الام قليلا مع يشتري كانت عايزه دو، تمام، الدو ترجمت جوه مين؟ الام. فانا ببعد عن الاداه بتاعت الكلمه، وبعتقد ان الكلمه دي هتيجي بعد الفعل ده مع كلمه قليل تجيب لي الدو اوتوماتيك، تمام. نبص على الجملة دي بتقول جي أنا مين، يعني أنا عندي واحد صديق فقط. ممكن كلمة صديق دي أشيلها لأن أنا بمتلك حاجة واحدة، ممكن الحاجة تبقى مادية أو الحاجة اللي بمتلكها شخص، عندي أخ عندي أخت عندي أب عندي أم عندي صديق عندي صديقة، المهم هو صديق واحد، يبقى ده رقم يا جماعة بيدل على الكم. في حالة الجملة دي هشطب أمي واسيب الرقم اللي بيدل على العدد اللي معايا. انا معايا عارفه الخمس صحاب اللي هناك دول انا عندي منهم واحد صديق، او الخمسه اللي واقفين هناك دول انا عندي منهم واحد، يبقى الان بتدل على جوني ان لدي منهم واحد، تمام. طب ناخد جمله كمان، لو قلت جاشت انا اشتريت 3 كيلو 3 كيلو دو بوم من التفاح، يبقى الكم بتاع التفاح اللي عند البائع انا ما خدتوش كله، انا خدت منه جزء اللي هو 3 كيلو. انا هشطب دي بوم واقول لك انت جبت من التفاح ده كام، يقول انا جبت منه 3 كيلو، يبقى هتقول جو ناشيت اشتريت 3 كيلو 3 كيلو. طب لما احب انفي هقول والله انا ما اشتريتش لا 3 ولا 4، لان انا ما دام هنفي الفعل بتاع الشراء يبقى هو ما اشتراش اساسا، يبقى الرقم ده هيتشال خالص يا جماعه في النفي. يبقى انا حددت لكم في الجمله الجزء اللي هيتنفي بالنو والبا. جو ناشيت با، لن اشتري لا 3 ولا 4 ولا 5. الجمله دي بيقول له انت عايز 5 كيلو من التفاح، انا حددت الكام اهو، قال له نو جو فو 2 كيلو. يبقى تاني الجملة دي تو فو 5 كيلو دو بوم، انت عايز 5 كيلو من التفاح، قال له نو جو فو 2 كيلو، انا عايز 2 بس من اللي موجود، يبقى كمل 5، انا مش هاخده كله ده انا هاخد منهم 2 بس. يبقى العقل بيقول لي اللي وي مش هتنفع يا مس، ولا اللي ده بتكلم عن تفاح جم، واللي انا عايز 2 كيلو من التفاح، يبقى كلمة من مش هتفرق معايا اذا كنت الحاجة اللي بتكلم عنها مفرد ولا جمع، هو الفكرة كلها ان الان مكان الدهات كلها، يبقى هنا جون فو 2 كيلو انا عايز من ده 2 كيلو فقط، داكور. بصوا على الجملتين دول كده، انا بوريك المثال عشان في الاختياري ازاي اتعامل. هنا انا جايبه فعل يحب وهنا فعل ياكل ونفس كلمه لحمه نفس كلمه لحمه، الفعل ده طبيعته بيجيب معرفه بس من غير تجزئه، الرغبه والشعور والحب والاحساس يجيب ادوات مباشره، تحب اللحمه، انا بحب اللحمه، هل ده انا معناها ان انا باكلها دلوقتي او هي معايا دلوقتي؟ لا، ده انا بتكلم عن رغبه شعور حاجه بحبها بس. يبقى تيم لا فياند، يبقى انا قلت وي جو لام، يبقى ال ابوستروف هي مكان الله بس الفعل بادئ بفيان. تو مانج دو لا فياند، انت بتاكل من اللحمه، يا جماعه انا باكل منها، بحب اكل منها، يا ماما بتعمل لنا باخد جزء منها حته 2 3 4 من اللي موجود، يبقى انا هشرب دو لا فياند واقول وي جون مانج باكل منه، يبقى تغيير الفعل يغير لي الضمير الشخصي المستخدم، داكور.
طيب واحدة هتقول لي طب ما أنا ممكن يا مس أقول أنا باكل اللحمة كلها، صح؟ مفيش مشكلة، مفيش حاجة غلط، ولكن هو أولا نتكلم بقى بالمنطق ان الدرس بتاعنا جايب لي ان الافعال بتاعت التجزئه هنا الجزئيه دي يعني بيدرسها لك وبيفهمها لك ان التجزئه تجيب لي الام. يعني افعال التجزئه زي فيغ وزي مونجي الافعال اللي بتجيب دهات. حلو. بس انا عشان اقول انا باكل اللحمه كلها لازم اكون في فكره جايب الجمله بطريقه معينه، حاطط كلمه تدل على التوتال. انت عايزه ال5 كيلو، عايزه ال5 كيلو يبقى كله، ما جزأتش. تمام. بس هنا منهجي بيطلب مني ان انا اختار الضمير الشخصي الام مع افعال التجزئه. طيب يبقى ايه الافعال المشهوره جدا اللي تجيب لي ده؟ هناخد امثله. لو قلت هنا تشوفي تمارس دو سكي، هو مش التزلج ده رياضه من ضمن الرياضات؟ حاجه من يبقى تقول لي وي جون في. يبقى فيرب فير مع الرياضات يا جماعه ياخد مين؟ ياخد الام. مربوطش نفسي بفعل معين، لا انا هتعامل بقى بالمنطق الكبير. نشوف بقى اختياري كده. لو قلت هنا لو باسكات، الباسكات ماله الباسكات؟ il pratique، ادي جمله. وقلت الان، قلت لو، قلت لوي. تمام. ونفس الجمله هقول لو باسكات، الباسكات il fait. تمام. وقلت الان، قلت لو، قلت لوي. بصوا يا شباب، عشان تفهموا فكرة الضمائر الشخصية هي فكرتها أعمق من اللي احنا بنقوله. مبدئيا الفرنسيين مش ناس تعبيطة أو هبلة، هم لما عملوا قواعد الضمائر الشخصية هنا ركزوا على شكل الجملة والأدوات، وإن كل أداة لها أهمية ودورها في الجملة. فشايف إن لو في فعل معين بيجيب لي أدوات تجزئة يبقى لازم أما أشيل أدوات التجزئة أحط مكانها الأم. وشايف إن لو في فعل معين بيجيب لي حرف جر زي وراها عاقل يبقى غصب عني لازم أعوض عنها بالوي واللا. علشان أنا لو اديت الجملة مكتوبة فيها ضمير شخصي على طول، أنا لو اديت الجملة فيها ضمير شخصي على طول تفهمي إيه اللي كان مكان الكلمة دي. هديكوا أمثلة وهنشوف. أنا بقول الباسكت هو يمارس، إحنا خدنا من فعل براتيكي مع الرياضة ما بيجيبش دهات. يمارس يبقى هاخد اللو. طب ما رجعت يا مس خدت ان فيرب فير يمارس، بس فير ما بيأديش دور الممارسه غير لما ياخد دهات. الباسكت الفي، المفروض الفي دو باسكت، شلنا الدو حطينا مكانها مين؟ الأون. يمارس الرياضه دي من وسط الرياضات. انا لو اديت الجمله زي دي وقلت لك ممكن تجيبي لي الاسم اللي كان مكان الضمير بسهوله جدا. اللوي مس كان يبقى انا ممكن اشطب اللوي واقول جو بارل، انا اتحدث. اللوي مس كانت عايزه حرف جر مثلا زي واسم مفرد عاقل احط واد بنت عادي الي، يبقى لما شلت الي حطيت اللوي. جو لي فيزيت يا مس يزور، ده بيجي مع الاماكن ومكان مذكر، فانا ممكن اقول جو فيزيت لو ميوزي، ازور المتحف. يبقى انا لو شلت المتحف هعوض عنها بدي. جون مونج يا مس الاون انت قايلانه ان هي الدو التجزئه، يبقى بعد مونجي ممكن اقول جمونج واحط الدو المذكره مثلا، واحط كلمه بواسون او كلمه بولي، المهم احط اي كلمه مفرد مذكر اهو. تمام. يبقى انا فهمت دي مكان خلاص. تمام. طب لو انا عندي فعلين ورا بعض اعمل ايه؟ الضمير الشخصي اتفقنا بتحط قبل المصدري، يبقى هو نفس الافعال يا جماعه. كل ده احنا بنلف بنفس افعال التجزئه. لو قلت هنا جو في، انا سوف، بروندر اتناول، دو بولي هاكل من الفراخ دي يا جماعه ان شاء الله، خد جزء منها. اشطب دو بولي احطه فين؟ بين الفعلين. هقول لك جو في انا سوف، اون بروندر يبقى بركز على الفعل الثاني كمعنى. طب نشوف جملة اختياري كده، يبقى كل حاجة اخد عليها اكزامبل. فانا بقول هنا مثلا نقول لا فيوند، اللحمة. تمام. احنا مركزين على اللحمة والسمك. لما تمام رحت عاملة نقط وكتبت مونجي، ورحت واخدة لا ولا الان ولا لوي ولا اللي فيوند هنا مفرد مؤنث، شطبتي دي ماهيش عاقل، فانا بقول اللحم هو يحب ان ياكل منها، اللحمه دي بيحب ياكل منها. تمام. يبقى انا تركيزي على يحب ولا مونجي، النقط رايحه على مين؟ على مونجي، المعنى على التاني مش الاولاني. إلام مونجي، إلام أون مونجي، إلام أون مونجي، يبقى اهو. تمام. طيب في الجمله الامريه نركز بقى في الحته دي، في حاله الجمله الامريه
لما اقول له واحد مانج كل دي فروي، كل فواكه، كل من الفواكه، هنشطب دي فروي. في حالة الأمر المثبت الضمير الشخصي مكانه ورا، فأنا هقول مانج، ولازم نعمل الشرط دي. ماشي ليه؟ عشان أثبت للي قدامي إن ده المفعول اللي ورا، الضمير هنا مكانه استثناء. وادي الأم. طب الجملة كده صح، مانج أم. حاسة إن في فجوة في النص، فجوة هوا، مانج أم، في واقعة في النص. طب أعمل إيه؟ قال لك في الحالة دي هنركز. فاكرين قاعدة الأمر في المجموعة الأولى كنا بنشطب الأس؟ لا، هنرجع الأس. لازم أحط مين يا جماعة؟ الأس، عشان اعمل بالانس، توازن في النطق بتاعي. فانا هقول مانجزون. يبقى هنا بنرجع الاس في فعل المجموعة الاولى مع التو. مانجزون. تمام. مانجزون كل منه. طب لو عايزه انفيها يا جماعه، النفي برجع اللي ورا يجي قدام. في حالة النفي يا جماعة لما جبت الضمير الشخصي قدام، أنا كده مش بحاجة للأس. الأس كانت محطوطة عشان بس النطق بتاع نون مونج با. يبقى في حالة النفي هنشطبها. تمام. هنشوف إكزامبل اختياري كده. لما مثلا أقول له نقط تمام، مفيش غير الأم محطوطة قدامي ومطلوب مني أختار فعل. فأنا هقول هنا أشت ولا أشت ولا أشت. أنا هنا مفيش أي دليل على الاختيار. الجملة تبدأ بنوت، يبقى جملة أمرية. الفعل يا مع التو يا مع النو يا مع الفو. مفيش الفو مفيش النو، في التو. طب يا مس هو المفروض ده اللي احنا واخدينه في الوحدة الأولى، بس معلش استثناء عشان الأون حبيبتنا، يبقى آخد الفعل أشوتيزون. تمام. طب لما أقول له مسيو سيدي نقط، رحت عاملة الأون، فأنا هقول له هنا أبورت يعني يحضر، قول له هات من ده، ولا أبورت ولا أبورتي. مفيش حد بقى يقول لي اخد اللي فيها الاس، احنا ماشيين بالعقل. انا بقول ارجع الاس مع التو. طب ما الفو فيها زد، هو فكره الاس ان اتنطقت زاد مونجيزون، عملت ز، فالز اهي مونجيزون ابورتيزون. يبقى هنا اختياري ابورتي عادي مع الفو، مفيش اي ادنى مشكله. دكار في مشكله في دي؟ طيب فاضل حاجه بسيطه خالص. احنا عارفين التعبير إليا يوجد، حبيبنا ده بتاع أولى ثانوي. دايما التعبير ده بيجي وراه أدوات نكرة، أو بيجي وراه تجزئة، أو بيجي وراه أرقام. كل الليلة دي هتتشال ويتحط مكانها الأم. طب أحط الأم فين يا مس؟ قبل الفعل يا جماعة. الفعل أهو أنا شاورت عليه بالسهل قبل منه هنا. تمام. هنطقها ازاي يا شباب؟ انا لو خدت بالي ده بينطق ياء عشان بعده القفا قال يا. هنا الياء بعدها وبعدها تبقى إليونا. إليونا إليونا يعني يوجد من. طب لما احب انفيها كل الليلة ده هي هتتحط ما بين النيو والبا. ادي الإل وادي الإن أبوستروف وادي الأون وادي الآ وادي البا. طب يا دكتور حسام هقراها ازاي؟ مش دي يو ودي نا ودي با. طب الان هنا تبقى نيو نا با. il ne n'a pas il ne n'a pas il ne n'a pas. اخطفها بقى كده. المهم ان اليات تجيب لي دهات. الشرط الاخير يا جماعه، الدو وراها اسم غير عاقل. اما اقول جو فيان دو كار، انا جايه من القاهره، من، يبقى انا عايزه اقول انا جايه من هناك، نشطب دو كار ونحط الأون، فاقول هنا جون فيان، انا جايه من هناك. دكار. تو بارل دو لا ناتاسيون، تتكلم عن السباحه. اتكلم عنها، يبقى هنا تيون بارل، انت تتحدث عنها. تمام. يبقى اللي انا فهمته من الليله دي كلها، عشان احنا هناخد فيديو لحل التمارين بتاعه الضمير الشخصي ده. الليله اللي فهمتها من الليله دي كلها ان الأون مكان الدهاء. طب احنا خدنا في الوحده الاولى في الدرس الاول الدو زي ايه؟ لو قلت لك جي بيزوان دو راكيت، محتاجه مضرب. طب احنا قلنا بيزوان دو، الدو هنا براكيت تشرط تحط مكانها الأون. جوني بيزوان، انا محتاجه من ده.
يبقى الدو اللي بعد بيزون محتاج من. عايزة من الحاجة اللي عندك يبقى أنا محتاجة منها. تمام. يبقى أنا هركز أي ديهات خدناها وراها اسم غير عاقل تجيب لي يا جماعة مين؟ الأم. مش مرتبطة بالأكل والشرب بس. يبقى الأون هي مكان الدو، لأن الدو في الفرنساوي لها أكثر من معنى، من وعن ولي وأن. فكل دو فيهم تجي لي على حسب معناها هشيلها واحط مكانها الأم. داكور. يبقى احنا كده وصلنا لنهاية القاعدة بتاعتنا بشكل سريع ومختصر، وهناخد فيديو لحل التمارين عليها علشان تثبت في دماغي اكتر واكتر. تمام. اتمنى اشوفكم على خير يا رب بإذن الله إلى فيديو اخر بإذن الله. au revoir.